وهنا هنكلمكم على الموديل الأول اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، دوشر بي تي 3600 اس، بيجي بمعيار اي بي اكس 7 زي ما انتم شايفين كده. هنفتح على طول العلبة زي ما انتم شايفين. هنا بيقول لك انها بتشحن عن طريق الشاحن بتاعها لمدة ساعة، شحن سريع عن طريق اليو اس بي. وهنا بيقول لك ان هي مناسبة للاستخدام امام المناطق الحساسة. نفتح كده العلبة ونشوف اهم المحتويات. هنا هيظهر معانا القاعدة دي، هنا هيظهر معانا كده تقدر تشحنها بالطريقة ديت، وهيظهر معانا الامشاط ديت برضو عشان تقدر تظبط بيها اللحية. من تحت كده برضو هيظهر معانا كابل الشحن اليو اس بي اي مع الشكل ده كده، فرشة تنظيف، وديت برضو زي مشط كده تقدر تركبه كده بسهولة لو انت عايز تظبط اللحية. وبعد كده ده كيس هنا كفر ليها. لو جينا بصينا على المكنة نفسها، نفس التصميم الممتاز وحجمها الصغير زي ما شايفين كده، مسكتها في الايد صغيرة جدا. تقدر تدوس على الزرار ده 3 مرات. في زرار امان هنا تدوس عليه 3 ثواني عشان الماكينة تبدأ تشتغل معاك. ضغطة تاني هتلاقي الإضاءة دي بتنور معاك، بتبين لك وانت بتحلق بالظبط. الشفرات هنا زي ما انتم شايفين برضو مصممة ان هي ما تجرحكش، وفي نفس الوقت الشفرة من هنا بلاستيك لكن من هنا معدن. ده منفذ الشحن، ودي شاشة تبين لك مستوى البطارية. حجمها ممتاز جدا، وتقدر تستخدمها او تشطفها تحت المية بدون اي مشاكل، وتقدر تفتح الشفرة كده وتنظفها بدون مشاكل. بصراحة فكرتها حلوة جدا، وبنصح اي حد بيدور على ماكينة حلاقة يستخدمها في الاماكن الحساسة. في الماكينة دي هتكون مفيدة جدا من براند دوشر. الموديل بتاعها اللي هو بي تي 3600 اس.